فركي عدل 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 عدل، ايه كذي ما في عليك. بعدين غيري الماي مرة ثانية. بسوي مرقة ربيان، مشتهية اسويها على تشيري توميتو، احلى من الطماط الكبار، هذا يصير حامض، تصير المرقة انطع. بسوي ربيان وبسوي زبيدي. يلا نطروني. وصبحكم الله بالخير. بسوي معاكم زبيدي وبسوي مرقة ربيان. الزبيدي بقلي وبقدمه مع عيش أبيض، ومرقة الربيان بسويها بطريقة لذيذة. طبعا أنا اليوم كل مواعيني من وادي الهيل اللي صورت لكم ذاك اليوم، محلهم في سوق الصباح، وحاليا هم موجودين في أرض المعارض في قاعة في قاعة 4B معرض الغذاء. أول شيء سلمكم الله بتبل السمك. عندي هني البهارات، طبعا أنا مسوية معاكم كل طرق طبخ الزبيدي، مسوية معاكم المطبق، مسوية معاكم مرقة الزبيدي، مسوية معاكم فقاعة الزبيدي، كل شيء. فأنا اليوم بس بسوي زبيدي مقلي، بقدم معاه مرقة ربيان. أول شيء بتبل الزبيدي، عندي هني كركم، اوكي، نفس البهارات اللي بستخدمها حق الزبيدي بستخدمها بعد حق مرقة الربيان، لان هذه البهارات السي فود يعني نفس الشيء. حطيت الكركم، كزبرة، فلفل اسود، هيل بودر، لومي اسود مطحون، ودارسين بودر. اخلط البهارات مع بعض واتبل فيهم الزبيدي. بس هذه تتبيلة الزبيدي، اوكي. البهارات هذه المخلوطة مع الملح، نتبل الزبيدي ونخليه نقليه قبل التقديم. ونفس البهارات بستخدمهم حق مرقة الربيان. اتوقع الفلورز اللي يدد الحين يقولون هذه من صجها قاعدة تسوي سمك هالحزة، اللي مو متعودين علي وما يعرفوني. اتوقع يعني مو مستوعبين ان قاعدة اطبخ سمك هالحزة. ترى هذا الشيء الطبيعي اللي كنت اسويه انا قبل، بس الفترة الاخيرة ما قمت وايد اطبخ سمك بالليل. هذا الشيء الطبيعي، هذه بنت الهاشمي على حقيقتها، عرفتوا؟ كله طباخي بالليل. يلا بهري من داخل ومن برا. طبعا العاملات احنا بالبيت مخربين نومتهم استعدادا حق رمضان، فقاعدين ما شاء الله عليهم للحين. بس كافي. فركيها. الزبيدي جاهز، نتركه على صوب لوقت القلاي. اوكي، تبلته خلاص جاهز. الحين تقدرون تقلونه على طول، بس انا بخليه وبسوي له مرقة. تقدرون تضيفون حق التتبيلة ليمون، تقدرون تضيفون ثوم مدقوق، عاد كل واحدة وذوقها. في طريقة حق مطبق الزبيدي انا مسويتها، تلاقونها باليوتيوب والانستغرام. وفي طريقة ثانية حق زبيدي في قاعة الجدر بعد تلقونها باليوتيوب. وفي طريقة حق مرقة الزبيدي تذكرون اللي سويتها معاكم بالشاليه بعد موجودة بالانستغرام واليوتيوب. الحين بنجهز شغل مرقة الربيان. أول شيء بضرب بالخلاط طماط فريش، أنا مستخدمة اليوم تشيري توميتو لأنه حامض فراح يعطيني طعم أحلى حق المرقة. أوكي، أحطه بالخلاط بالبلندر. أوكي، وبحط مع الطماط ثوم وفلفل حار، يعني بدال لا أدق الثوم أقطه كله بالخلاط. بحط فلفل حار علبين، أوكي، بضربهم بعد بالخلاط. وبحط الثوم، طبعا ما راح أحط هذا كله، ما شاء الله العمالة يعني قلت لهم جهزوا لي، قاصين اللي بالثلاجة كله. شوفوا الخضرة ايش كثر قاصين، حق منو بياكل هالحزة، وما راح استخدم كل اللي قصوه اكيد.
أضيف الحين شوية ماي حق الطماط وبضربه وبستخدمه. نبلش الحين بمرقة الربيان. أول شي عندي ربيان فريش غسلته ونظفته. تنظفون الظهر تقشرونه، ما تعرفين تنظفينه خلي سماج ينظفه لك. اوكي، اول شي اسوي اقلي الربيان كذي يعني قليه خفيفه بس عشان نطير زفرته. اوكي، بنفس الجدر اللي بنسوي فيه المرقه حطيت زيت نباتي، الدهن صار حار. الحين انزل شويه من الربيان، ما انزل كل الكميه، كذي اقلي دفعه دفعه واشيلها. بس بنات تشويحه خفيفه. اوكي، يعني بس اطير صفرته وعلشان الدهن ياخذ طعم الربيان. بس كافي اشيل الربيان. اوكي، يعني مجرد دقيقة، اقل من دقيقة اشيله واحط دفعة ثانية. ليش ما اخلي الربيان واكمل مرقتي؟ لان الربيان يعرد، فانا اقلي واشيله واضيفه حق المرقه تالي عقب ما تسبك ويصير كل شيء تمام. ارد اضيف الربيان. هنا احط الدفعه الثانيه. وهذه الدفعه الثانيه اشيلها. الحين اكمل مرقتي بنفس الجدر بنفس الدهن اللي قليت فيه الربيان. انزل البصل، ما راح احطه كله وايد قاصين لي فبخليه حق باكر، بس كذي كافي. الحين بحط قفشة من بهار السمك اللي تو سويته معاكم، نفس البهار اللي تبلت فيه الزبيدي، بحط منه قفشة على البصل. اوكي، واحمس لغاية ما تطلع ريحة البهارات، واضيف معجون طماط. اوكي، ونحمس. حمست معجون الطماط. اضيف الحين كزبرة وشبنت كميات متساوية، يعني اذا ضفت شدة كزبرة اضيف شدة شبنت. هذه الكزبرة وهذا الشبنت. اضيف فلفل بارد، وضفت لومي اسود، وبضيف الحين كم فص ثوم. هذيل كذي يعني، بس انا حاطه ثوم مدقوق خلاص مع الطماط اللي ضربته بالخلاط. حطيت ثوم هذيل بس كذي اضيفهم حق اللي يحبون ياكلون ثوم كذي عدل كامل. واحمس. بعدين اضيف الطماط اللي ضربته بالخلاط، بس ابي الخضرة تنحمس شوية. ما راح اضيف بعد علوب فلفل لان انا ضايفه بالخلاط، فما ابي المرقه تصير وايد حاره. شوفوا جمال الحمسه. خلاص لما كل المكونات كذي تذبل وتتداخل مع بعض اضيف الطماط اللي ضربته بالخلاط. بسم الله. طماط وثوم وفلفل حار ضربتهم بشوية ماي وبس. سلمكم الله. اترك المرقة على نار هادية تطبخ تتسبك. بعدين بعد ما تستوي المرقة وتتسبك اضيف الربيان. اوكي، بضيف ملح بس، اضيفه الحين. وبسوي العيش ما راح اصوره لكم بنات لانه خلاص يعني انا مليون مرة مسويه معاكم العيش. احس ان سويته معاكم خلاص يعني بتطقوني. فبسويه وبعدين اصور لكم بس لما اقلي السمك. اوكي،
بس هذه مرقتي تقريبا جاهزة. هذا عيشي تقريبا جاهز. شوفوا ما ضفت له ولا شيء، بس بصلة وزبدة وزيت وملح وهيل بودر فقط لا غير. بس انا ابي كذي ابيض. شوفوا والدهن ايش سوى فيني، تلف الدنيا. المهم بقلي بصل، البصل حق التقديم. بسم الله. اللي تبي حشو السمك اوكي تلقى طريقته بانستغرامي وباليوتيوب. اليوم انا ما بسوي حشو، بس بقلي سمك وبقلي كشمش. انا من عشاق الكشمش مع السمك. في ناس ما ياكلون كشمش وسمك كلش، انا من عشاقه، وايد احب الكشمش مع السمك. المرقة تقريبا خلاص استوت، كل شيء استوى وتسبكت. الحين انزل الربيان. احسب له بالضبط بنات 10 دقايق، لا تخلون اكثر، لا يعرض معاك الربيان. 10 دقايق كافي. اوكي بغطي الجدر وبخليه يطبخ كذي مع المرقة 10 دقايق فقط، وتكون مرقة الربيان جاهزة. البصل خلاص جاهز، اشيله من الدهن. بسم الله. وبقلي الحين الكشمش. وهذا حبيبي، مع انه وايد ناس ما يحبونه. انا واحدة من خواتي اذا يعني طلع لها كذي بالعيش بالغلط وتعكر وتقوم وتهد الاكل، وانا اعشقه. بس شوفوا هذا اللي يطلع كله تشيلونه بسرعة، نشيله لأنه بسرعة يحترق. فمن تشوفونه كذي صار متفوخ تشيلونه. الحين عاد انزل الزبيدي بالدهن. كذي البصل جاهز والكشمش جاهز، نقلل الزبيدي. بسم الله. نزل الزبيدية بالدهن. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اللي يحبون السمك ودعوها الايام، خلوا كل يوم غداكم وعشاكم سمك. بيدخل علينا رمضان ووايد يعني ناس ما ياكلون سمك برمضان. انا احبه عادي والله في كل وقت برمضان وغير رمضان، بس اغلب البيوت يقل طبخهم للسمك برمضان. ما ادري شنو العلاقة يعني، بس وايد ناس كذي. البنات اللي دايما يقولون لي شلون نقلي السمك يتفتت معانا اذا قليناه. بنات السمكة لما تحطينها بالدهن ما تقلبينها كلش الا عقب ما تحمر، يعني اخليها تستوي من تحت بعدين اقلبها على الصوب الثاني، ما يصير تقلبينها 20 مرة تفتت. ثاني شيء الدهن لازم يكون حار. اوكي يكون اول شيء درجة حرارته عالية، تحطين السمكة بعدين تخلين درجة الحرارة متوسطة عشان تستوي السمكة معاك. اذا كلش ما عرفتي ما قدرتي السمكة تفتت معاك، حطي لها شوية طحين، طحين شوية مع ملح وكركم وقليها، ما راح تفتت بإذن الله. شوفوا أنا اليوم قليتها بدون طحين كلش. هذه الزبادية الجميلة بتدخل الثلاجة، نقليها باكر على الغداء إن شاء الله، لأن ما شاء الله نص الفريق نام، فحرام ما حد ياكل، حتى العاملات ناموا.
فبقليها باكر على الغداء. بسم الله نقلب هذه. شفتوا لما استوت تماما قلبتها، فكذي تستوي معاك بدون لا تفتت. وهذه مرقة الربيان خليتها بس 10 دقايق وطفيت الشولة. مرقة خاثرة تهبل، شوفوا من أروع ما يكون. تقدرون تسوون نفس الطريقة وتحطون أي نوع سمك عادي. الزبيدية بعد ما تقلينها تحطينها بالمرقة وتخلينها تطبخ مع المرقة، نويبي، هامور، أي نوع سمك تطلع المرقة شيء عجيب. يلا بسم الله ننشب العيش. بسم الله. وي أنا صايرة كلش يعني ماكو توازن، عرفتوا؟ عادي انشب نص العيش برا. ما ادري ايش فيني والله، مو ما ادري ايش فيني، ادري ايش فيني من قل النوم بنات. مو قاعدة انام كلش، يعني 3-4 ساعات باليوم انام، تخيلوا. والله ادخل فراشي مبكر ومخففة قهوة، بس ما ادري شنو سبب هالارق. وهذا العيش ونشبناه. احط الزبيدي بسم الله. تكفى لا تطيح. اقول لكم من كثر ما انا يعني صايره كلش ما انام، وامس كسرت خاطر اختي ما تحب الحبوب والادويه وكذي. امس تقول لي اخذي بنادول نايت. والله من كثر ما كسرت خاطرها، هي ضد ان تاخذين مثلا بنادول وانتي مو بحاجته. اطالعها امس اقول لها انتي تقولي لي اخذي بنادول نايت؟ غريبه. وهذه الزبيديه الثانيه. لا خل اقلبها احلى صح. اعتذر على قساوة المنظر، والله ادري انا مجرمة، بس شو اسوي بنات، شو اسوي؟ يلا ما يخالف، قزروها بفك بسفينة ودقوس بوديك. اقول لكم رفيجتي يوم شافتني، كانت معاي هي، يوم شافتني اشتري زبيدي وهذا قالت وي بتعورين قلوبنا الحين يا المجرمة يا ما ادري شنو. قبل شوية اشوفها ولا طالبة عيش زبيدي من فريج صويلح. علشان تشوف سنابي، يعني قبل لا ابلش الطبخة عشان تشوف سنابي براحة، فشارية طالبة عيش زبيدي وتعشت. والله عافية عليك، شاطرة. هذا الكشمش ادري وايد ناس ما يحبونه، بس انا اعشقه احبه، بالذات مع السمك. ونزين بشرايح الليمون وبالعافية. اللي تبي تسوي زبيدي مع حشو سمك، قلت لكم انا مسويته وطريقته موجودة باليوتيوب. انا عندي الطريقة هذه ألذ من الحشو، وايد عندي ألذ. وين احط بعد كذي وبس. والله وسلامتكم، وخلصنا. الحين استأذنكم ونتعشى واشوفكم باكر ان شاء الله. وبكذي اقدر اقول علينا وعلى عيونكم بألف عافية. هذا الزبيدي المقلي مع العيش الابيض، وهذه مرقة الربيان الخاثرة اللذيذة. وطبعا لابد ان تكون الخضرة متواجدة. وسلامتكم وتعيشون.
ياكم متابعاتي، بسم الله، لا تستحون. طبعا أنا الحين ما فتحت الدايركت، أدري إذا فتحت الدايركت بلقى انهيار. هلا والله بالزبيدي الفرش. أعتذر على قساوة المنظر، بس عشان أشيشكم تطبقون. هلا والله. وقليلا من معبوج الشمندر. يعني شنو المزاج هذا؟ الساعة 3 الفجر، زبيدي وربيان. نسوي بروفا حق سحور رمضان. يا أخي غير لما أنت تسوين الشي بحب يطلع وايد لذيذ، وايد. كان زين كل يوم أقدر أختار واحدة من متابعاتي أذوقها طباخي. هلا والله. هلا بنات أختي تقول سوي مسابقة والسحب عليها إن اللي تفوز تسوي لها كذي طبخة تطبخين لها. إيش رأيكم؟ والله فكرة حلوة. إيش رأيكم عشان تذوقون طباخي؟ كل فترة أختار واحدة، لأنه وايد حرام يقولوا لي بنت الهاشمي ليش ما تبيعين؟ وأنا ما أبيع، ما عندي بزنس يعني. فحلوة الفكرة. أذوقكم طباخي كذي مسابقة وأسوي سحب، وكل فترة أذوق واحدة. بس اللي انظلمون منه متابعاتي اللي من خارج الكويت.